وزمايلنا دلوقتي يعني طلعونا من القاهرة للأقصر، والأستاذ حسام عبود سكرتير غرفة الأقصر ورئيس شعبة الملابس الجاهزة. ألو الو فيصل بيه، اخبار أستاذ حضرتك؟ حسام، إزاي حضرتك؟ اخبار معاليك بخير الحمد لله رب العالمين. والله طمنا على أهالينا في الأقصر. الاول احب اهنئ الشعب المصري باعياد اكتوبر المجيده وبمناسبه شهر اكتوبر طبعا العظيم، والاخبار الحمد لله كله بخير. يعني سلم على حضرتك دايما، والله ربنا يديك الصحه انتوا عاملين والعافيه. حاجة حلوة كده في الغرفة جديدة، ويمكن انا حبينا في الشعبندر ننفرد بيها ونعلنها يعني كده. قول لي ايه اللي انتوا عملتوه؟ عملتوا سوق دائم بقى، وده حاجة مهمة جدا جدا. الحمد لله تعاقدنا، عملنا بروتوكول 10 محلات تجاريه بالسوق الحضري بمدينه اسنا، معرض دائم. هدفه طبعا الاساسي توفير السلع طوال العام بنسب تصل من 25 الى 35%. معرض اهل رمضان، اهل المدارس، ومعرض دائم بقى طوال السنه، ما يبقاش معرض ياخد شهر او شهرين ويخلص، لا معرض دائم. كويس. طب يعني انتوا هتبداوا، المفروض تبداوا امتى؟ ان شاء الله استلامنا احنا هيبقى 1/11 للمكان، وهيبتدي فيه توضيبات، يعني 1/11 هنبتدي نشتغل ان شاء الله باذن الله. المعرض ده المفروض هيشتغل ازاي؟ يعني هيضم سلع ايه؟ عايزين برضو نوضح للناس. جميع السلع الغذائيه والسلع المدرسيه واهل رمضان واهل المدارس، بدل ما ياخد المعرض شهر او 40 يوم، لا هيبقى معرض سنوي ممتد السنه كلها. جميع السلع وجميع المواسم هيبقى متواجد فيه جميع الاستهلاكات بتاعه المواطن، لكن الاساسي هيبقى السلع الغذائيه طبعا. ال الاسواق الدايمه دي يمكن بننادي بيها دايما لانها مهمه جدا جدا، هي هتبقى داعمه للمواطن على مدار العام يعني. على مدار العام يعني هيكون مثلا في رمضان هي السلع الرمضانيه، في هيبقى السلع الرمضانيه معرض اهل رمضان، وفي المدارس معرض اهل المدارس، وباقي ايام السنه شغال عادي سلع غذائيه. طب حلو جدا، ده حلو جدا جدا يعني. في خطه يا استاذ حسام لان يكون فيه مثلا معارض تانية بعد ما خلاص ينطلق المعرض لا ده؟ ان شاء الله برضو بنسعى في محافظه الاقصر نفسها يبقى في معرض كويس جدا باذن الله. يعني خلي بال حضرتك، المعارض الدايمه دي مطلب يمكن يعني من فتره ان احنا عايزين نعمل معارض دايما خلاص، يعني لانها بيبقى فيها تخفيضات. استاذ حسام، التخفيضات دي ممكن تبقى في حدود نسبتها قد ايه؟ تخفيضات من 25 ل 35% تعتبر طيب على السوق الخارجي. طيب لما يكون انا عندي تخفيضات من 25 ل 30% عن السوق الحر، فده مهم جدا، ودي تبقى ثابته طول السنه. خلاص انت حطيت مبدا ان عندي معرض ثابت يعني. واحنا معرض السنه دي بتاع الاقصر بتاع اهل المدارس يعني كان حاجه بسم الله ما شاء الله، مشكور جدا برضه. لا انتوا عملتوا كان حضروا السيد المحافظ المهندس عبد المطلب عماره، ويسر لنا حاجات كتير بصراحه يعني في المعرض. مواعيد العمل برضه بتاعه المواعيد الصيفيه، حاول ظبط لنا من 10 ل 12 مواعيد العمل المسائي، لان كان الساعه 9 دي انك تقفل يعني في عز الشغل، لان الجو عندنا في الصعيد بيبقى حر جامد. يعني نشكر برضو معالي المحافظ لبى طلبات الغرفه بصراحه دائما معانا، يعني ربنا يديله الصحه. ده كلام محترم على فكره، يعني الغرف التجاريه دورها مهم جدا جدا. طيب قبل ما نقفل مع حضرتك، ما ينفعش ما نتكلمش عن قطاع الملابس. حضرتك رئيس شعبه الملابس يعني. والله حاليا ان شاء الله احنا داخلين على بدايه الموسم الشتوي يعني، وان شاء الله يعني في اسعار برضو مظبوطه، لان النهارده اغلبيه شغل الملابس الشتويه والملابس الصيفيه بتتعمل بايادي مصريه. غير الاول لما كانت تاجي استيراد من بره بتبقى تكلفتها عاليه. لكن النهارده الحمد لله بتتعمل بايادي مصريه، وبتبقى في توفير جامد في السلع يعني الحمد لله. وفي بيبقى معرض اللي هو اخر السنه الكازيون الصيفي والكازيون الشتوي، يعني بيبقى في تخفيضات تصل ل 40 ل 50%. يعني نقدر نقول ان احنا دايما مركزين على يعني مبادره توطين الصناعه المصريه. بسم الله ما شاء الله، النهارده في شغل كبير جدا في الصناعات المصريه. يعني اغلبيه الشغل يعني النهارده اللي بينزل بيبقى الاستيراد فيه ضعيف جدا، النهارده كله ايادي مصريه. ما هو ده بيفتح مجالات لحاجات كتير، للتوسيع في الصناعات، فرص عمل، حاجات فرص كتير عمل يعني. وتشغيل الشباب اللي طالع الحمد لله، يعني في تيسيرات كتير. والغرفه دايما يعني في ظهر المواطن المصري على طول. لا انتوا يعني الغرف، ويعني بصراحه ربنا يعني يبارك في الاستاذ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه.
دايما يعني معانا في اي لقاء، وباتصال تليفوني بيرد علينا وبيتجاوب معانا دايما يعني. ده انتوا عاملين شغل حلو في غرفة الأقصر يعني. لا بسم الله ما شاء الله. برضه نشكر المهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية والسادة الأعضاء برضه جميعا، والسيد محافظ الأقصر والسادة الأعضاء برضه، النائب بالأقصر والأستاذ هشام بيه، والأستاذ محمد رزق رئيس مجلس مدينة إسنا تعاون معانا في معرض إسنا الدائم، احنا اللي مذكورا هو والنائب عبد الرحيم. ربنا يبارك فيك يا معالي الرئيس. احنا اللي بنشكرك الحقيقة، ودايما تجيب لنا حاجات حلوة كده من غرفتنا ولأهالينا في الأقصر يعني. ربنا يبارك في معاليك يا فيصل بيه، ربنا ما يحرمناش شكرا منك جزيلا دايماً يا أستاذ رب. حسام عبود، سكرتير غرفة الأقصر التجارية.